السلام عليكم البنات، كيف دايرين؟ كنتمنى تكونوا كلكم بخير وعلى خير وتكونوا باحسن الاحوال. ومرحبا بكم معايا في فيديو جديد. اليوم ان شاء الله كيف ما كتلاحظوا معايا غادي نحضروا هاد البريوات بعجين المسمن وبحشوه جد رائعه لذيذه سهله واقتصاديه وفي متناول الجميع. كيف ما كتلاحظوا معايا كيجيو مورقين، كيجيو مقرمشين، كيجيو لذاذين. فخليكم معايا باش تشوفوا المقادير والطريقه ديال التحضير. غادي ندوز على بركه الله. غادي نحضر الحشوه هي الاولى. كما كتلاحظوا معايا في واحد المقلاة وضعت شويه ديال زيت المائده ودرت واحد البصله كبيره مشلضه. غادي نخليها حتى تنزل شويه، يعني ماشي كتبدا تحمر غير شويه. وكنزيد عليها واحد نصف فلفله حمراء ونصف فلفله خضراء مقطعين طريفات. يمكن لكم تكتفيو غير بلون واحد ديال الفلفله الا كان توفر عندكم، ماشي بالضروري جوج ديال الالوان. صافي غادي نخليهم حتى يتشحروا مزيان يطيبوا، تنزل لينا ديك الخضره ديالنا. صافي بعد ما كطيب كما كتلاحظوا معايا عاد باش كنزيد التوابل. كندير شويه ديال السودانيه، كندير شويه ديال البابريكا، شويه ديال الملحه، يعني كلشي على حسب الذوق. شويه ديال السكينجبير وشويه ديال الخرقوم او الكركم، شويه ديال الكمون، وواحد الطريف ديال ضامه البنه ديال الخضر. وصافي وكنحرك مزيان حتى يعني تخلط هذيك التوابل مع الخضره. وكنزيد واحد شويه ديال الربيع مقطع باش تبقى لنا ديك النسمه ديالو، ما كنزيدو حتى الاخير. صافي ومن بعد كنزيد واحد شويه ديال الزيتون مقطع خضر وواحد العلبه صغيره ديال الطون كتبقى اختياريه، الا ما كانش متوفر عندكم ماشي مشكل. انا درت غير علبه صغيره ديال 50 غرام. صافي كنحرك وكنطفي عليه وكنخلي الحشوه تبرد. وغادي ندوز باش نحضر العجين ان شاء الله. صافي في واحد القصعه او قصريه درت نصف زلافه ديال الفينو، زلافه ديال الفورص، وواحد المعلقه ديال السنيده سكر سنيده. وغادي نجمع العجين ديالي بالماء دافي عادي، يعني عجين ديال المسمن عادي. الملح ما كنزيدوش من البلاصه، كنخليه حتى من بعد. كنجمع العجين هي الاولى وكندلكها واحد شويه كما كتلاحظوا معايا. عاد باش كنزيد الملح. صافي وكندلكها مزيان وكنخليها ترتاح في واحد السوبيره واحد 10 ديال الدقائق هكا باش ملي نكونوا نورقوا فيها ما تقطعش لنا العجين. يعني من الاحسن نخليوها ترتاح واحد شويه. وصافي بعد ما ارتاحت ليا العجين جبت شويه ديال الزيت المائده كنرشو على سطح العمل وندهن به يديا. صافي وكنبدا نشكل داك العجين ديالي كويرات، يعني الحجم ديال الكويرات كيبقى اختياري قداش ما بغيتو تجيكم البريوه. انا درتهم هكايا متوسطين. كنبقى غاديه بهذه الطريقه هذه حتى كنشكل ديك العجينه ديالي كامله كويرات. وصافي بعد ما كنشكل العجينه كامله كويرات كندوب شويه ديال الزبده باش غادي نورق. في الاول كنسرح العجين ديالي بزيت المائده حتى كتولي تبان منها سطح العمل. كما كتلاحظوا معايا كنرقوها مزيان وما نساوش الجوانب، رقوهم مزيان. صافي ندير شويه ديال الدقيق الفينو وكنطويها بحال بغيت ندير مسمن عادي. صافي وكنجيب شويه ديال الحشوه وكنبدا نشكلها على شكل بريوه. كيف ما كتلاحظوا معايا العمليه سهله وكيجيو زوينين وكيجيو مورقين. صافي وكنديهم كنحطهم في واحد الصفيحه ديال الفرن. غادي نعاود معكم وحده اخرى. كنسرح الكويره ديال العجين ديالي مزيان حتى يولي منها سطح العمل. هادشي علاش يعني تخليو العجين يرتاح باش ملي تكونوا تسرحوه ما يتقطعش ليكم. صافي كندير شويه ديال الدقيق الفينو. دائما الزبده من الاحسن الزبده تذوبوها من قبل هكا باش تبرد شويه، ما تبقاش سخونه بزاف باش ما تقطعش لنا العجين. صافي وكنبقى نطوي هكايا على شكل بريوات. المهم البنات هنايا راني درت معكم هذا المقطع يعني
ما سرعتوش باش تكون العمليه واضحه بالنسبه للمبتدئات. كنسرح العجين مزيان حتى كيبان منه سطح العمل، كندردر فوقه او كنرشو بدقيق الفينو، كنطويه بهذه الطريقه اللي كتشوفوا معايا على الصور. يعني علاش كنمسمن، يعني المسمن اللي كنديرو عادي مربع، كناخذ واحد المعلقه كبيره ديال الحشوه وكنطوي هذا الجانب الجهه الاخرى وكنضغط عليه شويه باش يعني باش ما تهربش لينا العجين صافي، وكنشكلها على شكل بريوه. انا تعمدت ندير لكم هذا المقطع هكا بالنسبه للمبتدئات، وصافي كنبقى غادي بهذه الطريقه هذه حتى كنكمل هذوك الكويرات اللي عندي او الحشوه اللي عندي. وصافي البنات بعد ما كملتهم هكا وستفتهم في هذه الطاوه، جبت واحد البيضه اللي طربتها كامله وزدت فيها واحد القطرات ديال الخل. الصه ديال القطرات ديال الخل البنات يعني باش تحيد لنا ديك الزفوريه ديال البيض ما كتبقاش هكا مجهده. صافي كندهن هذوك البريوات ديالي وديجا تنكون مشعله الفران هكايا على درجه الحراره 180 حتى ل 200. صافي وغادي ندخلهم يتحمروا ونتلاقاو باش نشوفوا الشكل النهائي ديالهم. وهذا هو الشكل النهائي ديال الرغيفات ديالنا البنات او البريوات بعجين المسمن. كيجيو رائعين، كيجيو غزالين، كيجيو بديك الحشوه لذاذين بزاف. انا غادي نقسم معكم وحده باش تشوفوا كيفاش كيجيو من الداخل. لاحظوا معايا كيجيو مورقين، تيجيو يعني بديك الحشوه لذيذه بزاف. انا كنتمنى ينالوا الاعجاب ديالكم. ولا عجبكم البنات الفيديو ما تنساوش ديروا لايك وتشاركوا في القناه بالنسبه اللي مازال ما اشتركش، وتفعلوا الجرس باش يوصلكم دائما الجديد. والسلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته.